السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة جميلة جدا وكلها في صينية واحدة، يعني من غير تعب كتير ولا وقفة كتير ولا مواعين كتير ولا غاز كتير ولا فرهضة ولا حر ولا أي حاجة خالص. هنعمل بقى صينية كفتة بالبطاطس وكله في صينية واحدة، ولا أطعم ولا أروع من كده. وكمان جنبها شوية رز كده بالخلطة وبالزبيب زي ما انت شايفة، بجد يتاكلوا حاف ويتاكلوا لوحدهم، والكفتة جميلة ومتماسكة. يلا نبتدي بالمقادير. بسم الله. اول حاجة هنعمل طبعا مع بعض الكفتة علشان نسيبها في التلاجة تاخد راحتها كده وترتاح، وهنحط عليها المقادير اللي انتوا شايفينها على الشاشة دي، مكتوبة قدامكم على الشاشة اهي. وهنعجنها كويس جدا علشان بس ما اخدش او اطول من وقتكم. هنعجنها كويس جدا وهنسيبها ترتاح في التلاجة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده هنصبعها زي ما حضراتكم شايفين وهنرجعها تاني التلاجة، على بال بقى ما نحط الصينية بتاعتنا وعليها هنعمل بقى. طبعا هتبتدي بقى في صينية البطاطس، بجد كانت احسن صينية بطاطس دقتها في حياتي. هنحط الصينية على النار، وعليها حوالي معلقتين او 3 معالق كبار من الزيت. عليها طبعا بصلاية متقطعة طرنشات او زي ما انت عايزة، يعني تقطعيها على حسب براحتك. المهم تكون متقطعة رفيع جدا علشان تستوي طبعا مع البطاطس. هنفضل نقلب فيها كده لحد ما تاخد لون ذهبي بسيط جدا او تدبل، انا مش عايزاها تتحمر خالص. هنزل عليها بحوالي نص كيلو من الطماطم المعصورة، طماطم عادية جدا، ما فريش عادي خالص، عصرناها في الخلاط وضفناها عليها. طبعا هنضيف عليها البهارات، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من القرفة، وده طبعا حسب الرغبة، لو مش عايزة تحط قرفة ما تحطيش قرفة، ومعلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة صغيرة من الملح. هننزل طبعا بالبطاطس بتاعتنا مقطعاها طرنشات زي ما انتوا شايفين كده، وهنهدي عليها النار جدا جدا. بعد كده هننزل بقرن الفلفل الحامي وقرن فلفل اخضر الموجود عندك او المتاح، او على حسب رغبتك، لو بتحبيها سبايسي يعني هتزودي، لو مش بتحبيها ايه زي ما انت عايزة. بس خلاص كده، مفيش اسهل ولا اسرع طبعا من صينية البطاطس الجميلة، وطبعا هتبقى وهم وهم وهم، وكمان عليها كفتة ومدلعينها على الاخر. بعد كده هنغطي عليها وهنوطي النار، وهنجيب بقى الكفتة بتاعتنا. ودي بقى الكفتة بتاعتنا بعد ما اتشمعت في التلاجة، على بال ما شوحنا بس البطاطس، يعني ما اخدتش 5 دقايق بالظبط. بعد كده هنرصها على وش الصينية البطاطس زي ما حضراتكم شايفين، ولا شوحنا بقى الكفتة ولا عملنا اي حاجة. اهم حاجة تكون هي ايه، متعرشة كده أو يعني متعششة كده على صينية البطاطس من فوق، ما تكونش غرقانة في المية. وده طبعا انا بوطي النار علشان تاخد راحتها جدا في السوا، وهغطي عليها تاني واسيبها برضو على نار هادية زي ما حضراتكم شايفين كده. بجد المنظر كان تحفة. انا بقى فتحت عليها بعد حوالي كده 5 دقايق، لقيتها بالمنظر الجميل ده. اهم حاجة الكفتة ما تكونش عايمة في الصلصة بتاعة البطاطس. زي ما انتوا شايفين كده، انا حسيت ان هي يعني ايه، عايزة شوية عايزاها حمرة شوية. لو انت بتحبيها كده عادي مفيش مشكلة. انا ضفت عليها حوالي معلقتين من الصلصة علشان تديني اللون الاحمر الذهبي الجميل. وده طبعا مية البصل البتاعة الكفتة يعني، وكان عليها بهارات، قلت مفيش مشكلة، وكان عليها برضو معلقة من الصلصة. الدنيا هتبقى طعمة وجميلة ان شاء الله. ده طبعا بقى شوية رز كده بالخلطة كده بالزبيب كده. لو انت عايزة تاكليها مع رز بالشعرية طبعا مفيش اي مشاكل، حتى لو رز ابيض مفيش اي مشاكل، بس ده كان ايه، كان محل الدنيا يعني معانا. بجد كانوا شوية رز زي العسل. ان شاء الله انزل لكم الطريقة بتاعتهم قريب جدا على القناة. إيه والله العظيم يا جماعة يتاكلوا حاف، تحفة 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 بجد من الاخر. ده طبعا بقى شكل صينية البطاطس بعد ما اشكشكت كده وبقت جميلة ما شاء الله معانا. والكفتة كانت استوت والبطاطس استوت والدنيا زي الفل. هندخلها بقى على الفرن، هتاخد معانا لون ذهبي بس، وهنطفي عليها
اول ما لقيت الكفتة خدت اللون طلعتها على طول، بس انا بحب البطاطس يا جماعة متحمرة، فرجعت دخلتها الفرن تاني لحد ما اخدت اللون الذهبي الجميل ده. وبعد كده نزلت عليها الكفتة، لان انا لو كنت سبتها خدت اللون البطاطس كانت الكفتة هتتحرق معانا. فاول ما الكفتة خدت لون شلتها في طبق لوحدها ودخلت صينية البطاطس تاني. بجد كانت ولا اروع من كده، والله العظيم تحفة، وجربيها. ووجبة كاملة ومتكاملة، ومعانا كلنا لحمة وكلنا بطاطس وكلنا كفتة، والدنيا زي الفل. وفي ثواني في ثواني، مغلقش الموضوع معايا نص ساعة بالظبط، يعني 35 دقيقة، وكنا عاملين أحلى وجبة. ومع ألف سلامة، باي باي.